استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ انتهى الكلام. وخليني نهضر لك على بن كيران. أنا كنعتبر بن كيران شخص رفع عنه القلم والله. داك الشيء ما عندك ما تقول. عنده مشكل مع وهبي، ما فهمتش شنو عنده مشكل. دابا درتي لي الدفعات الشكليه، انا غنمشيو خويا انا الجوهر. استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ ربط المسؤولية والمحاسبة. ما نقدم استقالتي حلف ما ترد. أنا لن أقدم استقالتي وأنا في موقع حق، وأنا في موقف وموقع صحيح. أما السي بن كيران عنده نوع من الجفاف الفكري والسياسي، أصبح عيب على حزبه، أصبح عيب أنا على حزبه. ولكن أنا عندي واحد الوشاية عبد اللطيف وهبي، وأكد لي ولا نفي لي؟ حيت المادة 73 اللي كتنص على الوشاية. لا هنا في بيت اللغة الخشب كاينة الوشاية بأنه مازال كاين تواصل بيناتكم. لا التواصل بيناتنا كاين، والصراع السياسي كاين. انا نقول له راه مازال كتهضروا بعض المرات يوميا. التليفون علاش غتكرهوا؟ لانه قال لهم انا نقدم باستقالته، هو قال له بيقدم استقالته. من بعد هذا الصراع تكلم معاك ولا ما تكلمش معاك؟ تكلم معايا، دابا يتكلم معايا. هو يقول عليا بانه قدم استقالتك وانا نقول له لا ما نقدم استقالتي. ولكن اشرح لي السي وهبي الله يرحمه. هو بلا يحقد يضرب معاك ماشي لا يحقد. واش كتمثلوا علينا ولا لا ماشي كنمثلوا. ايوا ما بقى لكم غنقرطاس مع بعضياتكم وتعيطوا في الليل. دابا في السياسه الا درنا السياسه ودرنا كل واحد عبر على مواقفه، خصنا نتخاصموا ما نتهضروش. هذيك راه السياسه وعقليه هذه. اسمح لي، دابا نبيل عبد الله كينتقدني وكينتقد الحكومه، ايوا نتخاصم معاه، راه صديق ديالي ما نقدرش نفرط فيه. لا اله الا الله محمد. دريس الشقر راه كنت معاه في اتحاد الاشتراكي في السبعينات وتينتقدني وشحال من خطره كاع وجيلاتي صافي نوض نسبو ونوض نقاطعو. وما عمر شي واحد فيهم قال لك هذا وزير شنو الفساد هذه؟ هذا قال وزير الفساد. لا يجوز ولا لا يجب ان يظل لا يستحق ان يكون في حكومه امير المؤمنين. والعشين هز التليفون نهضر معاك وبي. هما لا بن عبد الله ولا غير مهدبين في لغتهم. بن كيران ما كيعرفش يدير لغات. قلت لك لهذا فهو رفع عنه القلم. انا قابله، شوف انا بن كيران قابله على حالته كصديق. هذا الشيء اللي عطى الله. انا قابله كصديق على حالتي، وحنا اللي ما عندي، احنا اللي رفع علينا القلم. حسب عليك بغيتي دايرين فيكم عقولنا. ما عندي مشكل، انا غدا الا عيط عليها نجاوبو، ولا طلب مني شي خدمه نديرها ما عندي مشكل. لا اله الا الله. لانه الانسان هو اللي يعرف يتحمل الاصدقاء ديالو. حول ولا الله الا فلوحتيني. أن عندك ازمه والله العظيم فكريه. انا راه ماشي ازمه فكريه، يمكن ازمه عاطفيه غتديني ليها القضيه. لطيف وما عنديش حتى الملاير باش نفك المشاكل. اجي عندي ديك الهبه زيد. حولت المكتب اللي كاين عندي لابنائي واشتريت ارض. ملي وليتي وزير ياك؟ لا قبل ما نكون وزير. قبل ما تكون وزير كان عندي فيلا مكتب في لي زونجي، وكان عندي ارض في حي الرياض نبني فيها المكتب هذا. بعد جات الفكره ديال انه اذا كان الامر كذلك البيت فاش كنت ساكن كان قريب من المحكمه ديال الاستئناف الابتدائيه في الرباط، وبناء عليه احسن نمشيو نقلبوا واحد الارض ونبنيو ونخليو هذاك نحولوه الى مكتب. حولنا هذاك الى مكتب ومشينا اشترينا هذيك الارض، وكان عندي انا ذاك العقارين، وكانت الانتخابات وكان الضغط عليا من كل مكان. تاجل البيع ديالهم شي اما، ومشيت تكلفت بالمهام ديالي ونحيد. وزادت ديك السيده اللي بعثت العقار بغات تبيع العقار، وانا مازال ما بعت العقارين بجوج، هما هي كتبيع العقار باسرع وقت ممكن اسباب تهمها. فاضطريت باش ناخذ قرض، ولاننا عمري اكثر من 60 سنه محدوده الاجل اللي كيعطيك فيها القرض، لأنها مرتبطة بالسن ديالك كذلك، ومرتبطة بالضمانات. قدمت هذوك جوج ضمانات إلى البنك اللي هي الفيلا اللي كتملك والأرض، وسلموا لي مبلغ على أساس أنه حينما يتم بيع تلك العقار أو هذين العقارين ترجع المبالغ إلى البنك. شحال سلفوك عبد اللطيف؟ سلفوا لي 10 مليون ديال الدرهم، يعني مليار تقريبا. مليار. بعد العقارين بجوج انا كانت عندي 2 مليون ديال الدرهم. قد بالمناسبه كنت عطيتها للاخ ديالي، كنت نشري واحد الشقه في اكادير، بديت شريتها وبقات عنده، فعطاها ليا. مشيت شرينا الارض بهذاك القرض، وبقات عند البنكه
هذوك السند الملكيه ديال هذوك ديال السكن، الفيلا وديال الارض، حيت تم البيع ديالهم رديت الفلوس لهذيك وخديت الملفي ديالي. هذا هو اللي كاين. من بعد كنشوف، ما ننساش هاد 3 العمليات الجراحيه انا كنت امر قرب الموت. فتنفكر في الزوجه ديالي سيده مجازه في القانون، تركت العمل وتفرغت لي ولابنائي. خصني نخلي لها شي حاجه باش تايل الدم والامانه امانته، ما تبقى مكرمه معززه مكرمه. قلت وعندها الدار ديال والديها ولا الدار ديالها في فاس، قلت له نعطيك هاد الفيلا حتى الا مشيت عند الله تكريها بعد ديك واحد الدخل شهري وتستقري، ونعطيها استقلاليه لاولادها ونخليها مكرمه معززه عندها الدخل ديالها محترمه. ودرت هذا القرار ومشيت ومدرنا. هادشي وانت وزير؟ وانا وزير. قلتي غادي نوهب لك. قلت لها غادي نوهب لك. هذه مراتي دوزت معايا 30 سنه 31 سنه وما اشتغلت، لان كانت اشتغلت في السنه الاولى وانسحبت من العمل. تعاونت معايا في المكتب واحد المده قليله جدا، ثم خرجت ومشات جلست في البيت وتكلفت بيا وتكلفت باولادي. ماشي كان عندها شي شركه حسب ما قريت اللي ما كاين لا شركه، ما الحزن جبدوا شي دارت واحد شي وثيقه عاوتاني، دارت واحد المحل ودارت واحد الشركه باش تبيع شي قفاطن مع واحد اختها. دوز داك الشيء واحد 3 شهور 4، ما عندهاش الوقت، لان كانت هي اللي كلفها كتدي الاطفال للمدرسه وتجيبهم، كانت هي اللي كتقرا معاهم، كانت هي اللي كتدرس معاهم، فاستغنت على داك الشيء كله وتفرغت. اذا دابا انت في نهايه المطاف وهبتي لمراتك عقار بقيمه مليار باش شريته. كاين من حيث مشينا نوابو، صرحت ب 100 مليون وادليته بشهاده ملكيه وديته بالعقد، والعقد فيه مليار. انا عرفت بحيث ان الشخص يسجل التسجيل كيشوف المليار كيشوف 100 مليون. انا ما جبت فواتير مزوره، ما خفيت الثمن باش شريت. عطيتي العقد ضروري تعطي العقد مليار سنتيم تقريبا وشهاده الملكيه، ما عندي ما نخفي. ويدار الضرائب مسجل عند هذاك كان بيدر يدير عبد اللطيف يخرج له العقد، كلشي مسجل كلشي معروف. اذا علاش عبد اللطيف وهبي بما انه قدم وثيقه كتبين القيمه ديال العقار؟ لان النص، شوف علاش قلتي غا مليون ديال الدرهم العشر؟ انا رجل قانون وانا كنتعامل مع النص القانوني دائما كنقول للطلبه ديالي والمتمرين اللي الا كنت غادي تمشي تجيب عقد ازدياد، سير قرا القانون ومضي بالحاله المدنيه، ما تمشيش بلا ما تقرا باش الا هضر معك شويه تعرف كيفاش تجاوبو. كذلك حيت رجعت النص الضريبي لقيت 2 الامور. اولا لقيت بانه الهبه معفيه من الضرائب. نعطيك انا كاين هذا هو مدونه الضرائب. وجيت ولقيت بانه تفوتت بغير عوض الواقع على الممتلكات المذكوره المجزاه بين الاصول والفروع بين الازواج والاخوه والاخوات، معفيه من الضرائب. الهبه معفيه من الضرائب بنص صريح اللي هي الماده 63 تتكلم على الاعفاءات. جينا الاداه ديال اذا ما كاينش تعرض ضريبي، تتكلموا دابا على الضريبه معفيه من جميع الضرائب. ثانيا انا درت 100 مليون عطيتها هبه، راه غدا غادي تبيعها. الا بغات تبيعها مراتي غدا غادي تقول لها سير جيب العقد الاصلي باش تشرى راجلك، ماشي القيمه المصرحه. لا ماشي لا وكاين سؤال عبيط. خليني نكمل لك لا غتكمل. جينا القضيه ديال الرسوم. الرسوم هي 100 مليون اللي كيتكلموا عليها. الرسوم حيت رجعنا ما قالوش تصريح بثمن الملكيه وبثمن الشراء، قالوا تدير تصريح تقديري لانه ديكلاراتيف تصريح. جينا عندنا تصريح وإلا نازعونا نتذكروا، كنا نازعونين نتذكروا مع داك الشيء اكثر من هكا. شتي 100 مليون انا كذبت فيها لانه خصني ندير فيها 0 درهم. واش انا خديت 100 مليون؟ واش انا خديت شي ريال؟ ودابا مشكلات عرزنا 100 مليون باش نديروا تسويه وضعيه ندوزوها. الا كنت كاعتبروا مزيان كان خصني انا نصرح ب 0 درهم، لان انا ما خديت 0 درهم. هذا التقدير اللي هذا ما فيهش تحايل على فيه كذوب. زعما عقار كيسوى مليار، كتجي انت الاداره كتقول لهم كيسوى مليون ديال لا انا قدرته انا عطيته لمراتي، قدرته ب 100 مليون. لو كان غنبيعوا للخواص والعموم والغير غادي ندير له مليار 100 مليون. انا عطيته لمراتي كهديه وقدرته ب 100 مليون، لان النص ما كيتكلمش على وضع المبلغ قيمه العقار، تيتكلم على التقدير، وانا درت التقدير
وقدرت بانه هذاك في اطار الهبه اللي بيني وبين مراتي غادي نقدروا ب 100 مليون. سؤال علاش ما تقولش وعلاش؟ كيسوى مليار؟ وعلاش نسوى مليار؟ شنو هي القيمه الماليه بين مليار و 100 مليون؟ انا عاطي عقار فابور وعاطيه لمراتي وغادي نريح مراتي وغادي نزيد ندير تراكمات اخرين. انا ما ملزمش، انا ملزم ندير واحد التقدير معين، واداره الضرائب ملزم تجي تناقش معايا. شوف غريب هذا المغرب. نهار كنت نناقش في مدونات الاسره كانوا كيقولوا لي انت بغيتي تهدم العائله وتضرب وتشتت العائله وتضرب العائله. من حين جيت درت واحد الاجراء واحد التصرف دابا هذوك اللي كيقولوا تيقول لك لا علاش هبتي لي هي الاسره كتكلموا عليها. هاي انا بغيت نحافظ على الاسره ديالي وبغيت نعطيهم الامكانيات باش يعيشوا مكرمين معززين مكرمين. ايوا وهذه ما عجبتكم دابا واش نتوما مع الاسره؟ ها هي خصكم تساندوني ونطالبوا الحكومه انها تلغي لا الرسوم ولا اي حاجه تهم الهبات بين الازواج. نمشيو بشويه السي عبد اللطيف الوهبي باش ما تدوخنيش، لان انت ما زربانيش بشويه يعني باش نفهموا دقه شوية. في حدود الروايه اللي قدمتي عبد اللطيف الوهبي. لا ماشي روايه، هذا الواقع، الروايه ديالهم كتبقى روايتك في نهايه المطاف. واش عبد اللطيف الوهبي كيعتبر بانه التزم بالقانون؟ واش ما ارتكب ولا مخالفه؟ إطلاقاً. واش وضعيته اطلاقا انا وضعيتي سليمه؟ انا وضعيتي سليمه. ما تحايلتيش على لا القانون؟ ما تحايلش على القانون. علاش؟ لانه المشرع قال لك دير التقدير وتجي تحاسبك الاداره الماليه. كاين واحد التوجه عام في الاداره الضريبيه، هو انه حينما تكون هناك هبه كيغضوا الطرف الثاني تعرفوا ما كاينش ارباح، تعرفوا بانه ما كاينش، ثم تعرفوا بانها هي عمليه تقديريه، ديكلاراسيون، استيماسيون. ما تكلموش على القيمه ديال العقار بثمن الشراء او بثمن القيمه ديالو في السوق. جاو تيتكلموا على ليستيماسيون، فوتر ديكلاراسيون. تقدير، ثمن تقديري. ما معنى الثمن التقديري؟ هو انه قدرت ثمنه انا. يمكن نديرو بزيرو درهم، يمكن نديرو مليار، يمكن ندير 10 مليار. واخاش غادي نربح انا ومراتي، واش غادي التاثير ديال العقار الا درت مليار راه متابع فيه، انا متابع دائما. نهار تبغي مراتي تبيع العقار ملزمه تدلي بالعقليه، ولكن في التفاصيل ديال التسجيل والرسوم وراه هي اللي كنتكلموا عليها. راه ضاعت الدوله معك عبد اللطيف. ضاعت الدوله واش ربحات معايا دوك المصاريف اللي عطيتها على 100 واش غنعطيها على، لانه المبدا الضريبي الضريبي تؤدي الضريبه على ما ياتيك من ارباح، بحيث تاخذ شي ارباح تخلص الضريبه. الا بعتي شي حاجه بثمن اقل دايرين 3% كحد ادنى، ولكن الا ما دخلتيش الفلوس في التصريحات الضريبيه اللي كنديروا ما كتخرجش ضريبه. ولكن دابا اشنو هي الفلوس والارباح اللي دخلت باش تخلص عليها الضريبه؟ بيني وبين المبدا والعداله الضريبيه هي هذه. اي مواطن ربح فلوس يخلص الضريبه. انا ما دخلتش شي فلوس في هذه، جديت شي فلوس عند مراتي باش غنشد انا فلوس عند مراتي. بمعنى ماشي تهرب ضريبي، لا ماشي تهرب، هذه قناعتي. انا قريت النص القانوني او حالي بذلك، والا جاو غدا قالوا لي زيد غنديهم للمحكمه نطرف القرار ديالهم ببساطه تدعيهم حتى هما. لا ماشي ندعيهم، لانه النص كينص على انه ما يمكن للدوله داخل واحد الاجل، لان في 10 سنين ديال التقادميه انها تمشي وتدير لي المراجعه. واخا الا درت لي المراجعه غادي نمشي نطعن في الرسوم، غادي نمشي نطعن في المحكمه.